بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم هشام بالقاسي في قناتكم بالعربي تمرين 2. النهارده هتبقى مراجعه على الجزء الاول من المضادات الحيويه، يعني الحلقه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. طب الحلقه الاولى راحت فين؟ دي حلقه المقدمه. ارجو ان انتوا تشوفوا المقدمه يا جماعه عشان تفهموا انا هتكلم ايه في الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. مش هطول على حضراتكم. الحلقه اهداء لروح عبد الله فهمي، ربنا يرحمك يا عبد الله، وادعوا له بالرحمه، وادعوا لجميع موتاكم وموتانا بالرحمه والمغفره، ويجعلنا في الجنه يا رب العالمين، ويجعلهم في الجنه. طيب، دي المضادات الحيويه اللي احنا خدناها. يا خرابي، كل ده مضادات حيويه اتاخدت. طب انا احفظها ازاي يا هشام؟ بصوا يا شباب، لا تحفظ الاسماء التجاريه. اول حاجه لازم تتعلمها وبنعلمها لاي حد، فضل من ربنا بعلمها لاي حد وبقولها له كده قاعده: اوعى تحفظ الاسم التجاري، لا براند نيم ولا تريد نيم تحفظه. الماركتنج نيم يا جماعه او الاسم التسويقي مش بيتحفظ في الادويه. عامه الناس، ده لو عامه الناس هنا في مصر حفظت اصلا الاسماء بتاعت الدواء، والله ودي حاجه محزنه. تيجي تسال المريض اسم الدواء اللي بتاخده ايه يا حاج، ما بيعرفش. بس كل المصريين في الغالب بيشتركوا في سعر الدواء، بيعرفوا اسعار الدواء جدا. فيا جماعه، نصيحه من كل من يعمل في المجال الطبي: لا تحفظ الاسماء التجاريه او الاسماء التسويقيه، الماركتينج. طب احفظ ايه؟ احفظ الاسم العلمي، الاسم اللي هو بالخط الصغير اللي بيبقى تحت الاسم التجاري. اي اسم علمي، اي اسم تجاري بيبقى تحته اسم ايه؟ علمي. احفظ الاسماء العلميه. دي اول قاعده. طب انت حافظ ده كله؟ انا حفظته. دي معظم الاشكال اللي موجوده في السوق المصري يا جماعه، اشكال الادويه او مضادات الحيويه اللي احنا خدناها. تعالوا بقى نتكلم ونراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كده بالصلاه على النبي. عندنا اربع حاجات تحفظهم، اربع حاجات لازم تحفظهم من المضادات الحيويه بيشتغلوا على جدار البكتيريا. مش لازم تحفظ قوي، هتحفظهم بسهوله ازاي؟ الاربع مجموعات يا هشام: مجموعه البنسلين، مجموعه السيفالوسبورين او الكيفالوسبورين، الفانكومايسين واخوه التيكوبولانين، مجموعه الكاربابينين. وقام جاي كده مسمع، وقام قايل مجموعه البنسلين مخلفه اربع عيال: بنسلين، الواد بني والواد اموكسي والبت امبي والبت ببره. يبقى تاني: بنسلين، اموكسيسيلين، امبيسيلين، ببراسيسيلين. فاكرين اسم الاب؟ انزله اللي هو سيلين ده، ومخلف بيني واموكسي وامبي وببرا. حفظوا. المجموعه الثانيه يا هشام مجموعه السيفالوسبورين. يبقى مجموعات هناخد منها الجيل الثالث والجيل الرابع. ليه يا عم هشام؟ لان انا بشتغل في الرعايه المركزه. اول ما تعرف ان انت هتشتغل في الرعايه المركزه، يبقى المجموعه دي هتستخدم المجموعه او اللي هو الثالثه، الجيل الثالث والجيل الرابع. وربنا لما يرزقنا بالجيل الخامس نبقى نستخدمه، اللي هو السيفوتاكسين والتديم والتراكزون والبرازون. سيفو سيفي وسيفي. يعني ايه؟ يعني احفظ سيفو تكسيم، سيفو برازون، سيفتديم او تيزيديم، وسيفي تراكزون او سيف تراكزون، والسيفي بيم. شفتوا انا بقطعها مقاطع اهو: سيف بيم، سيفو تكسيم، وهكذا. احفظها بكل سهوله. اجي على رقم ثلاثة: الفانكومايسين واخوه. اول ما تسمع الفانكومايسين يبقى اخوه التيكوبلانين، ودي معلومة زيادة في الحلقة. تيكوبلانين ده اخو الفانكومايسين، نفس الميكانيزم. بيستخدم، يعني لو فانكومايسين فيه مشكلة بيستخدموا التيكوبلانين. اعتقد والله اعلى واعلم اللي هو اسمه التجاري في مصر التارجوسيد، مش متذكر قوي. بس اول ما بشوف الاسم العلمي التيكوبلانين على طول بروح ان هو الفانكومايسين، وبيشتغل على جدار البكتيريا. اخر مجموعه الكربابينم، ودي اسهل مجموعه تتحفظ. مخلف ثلاث بنات زي القمر، ثلاث بنات غاليين، ثلاث بنات حبايبي: البت ميرو والبت ايمي والبنت ارتا. ميرو ميروبينم، ايمي ايميبينم، ارتا ارتابينم. اغلى المجموعات، اغلى المجموعات في السعر. يا رب يا رب سعرهم ينخفض يا رب، ويتوفروا سعرهم ينخفض يا رب. ومحدش، يعني ربنا يسترها، مش عايز اتكلم في المجموعه دي بالذات، ربنا يستر. الفانكومايسن بيشتغل حلو قوي جرام بوزيتيف. طب يا عم هشام،
انا مش فاهم يعني ايه بيشتغل على جدار البكتيريا. قلت لكم يا جماعه، يعني هو المضادات الحيويه الاربعه دول بيروحوا جدار البكتيريا، يعملوا انهبشن للسيل وول سينثيسيس، يعني بيقللوا من تكوين او من تماسك جدار البكتيريا. ممكن تسميها ان هو بيدمر جدار البكتيريا، سميها زي ما تسميها بالعربي. المهم ان هو بيعمل انهبشن للسيل وول سينثيسيس، اي بيقتل البكتيريا من خلال تدمير الجدار. ميكانيزم. طيب مجموعة البنسلين احفظ ان هي بتشتغل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طالما بتشتغل على جدار البكتيريا يبقى تروح جرام بوزيتيف حلو. العلماء طوروا البنسلين وخلوه يشتغل على جرام نيجاتيف حلو. السيفالوسبورين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف حلو. الفانكومايسين واخوه التيكوبلانين الوحيدين اللي بيشتغلوا جرام بوزيتيف حلو جدا جدا جدا. فاول ما تسمع جرام بوزيتيف يبقى ميسيسيلين ريزيستنس، استافيلو اوريوس اللي هو بيسموها المرسى، والسي ديفيسل والانتروكوكس والاستافيلو اوريوس. يعني ده بيشتغل مرسى حلو. بس بقى فيه فيرسا. الناس لو تعرف بقى فيه الوقت حالا بقى فيه حاجه اسمها فيرسا، فانكومايسين ريزيستنس استافيلو اوريوس للاسف. وهنتكلم عليها في حلقة إن شاء الله لوحدها. مجموعة الكربابينين أقوى مجموعة بتشتغل، واسعة المجال، وايدست سبيكترم أنتي بايوتيك. بتشتغل كل تقريبا معظم الحاجات عدا المرسى. يعني بتشتغل إيه؟ بتشتغل جرام بوزيتيف وأتيبيكال وجرام نيجاتيف وأن أيروبيك. بتشتغل معظم المضادات الحيوية. مشكلتها إن هي غالية في السعر. غالية في السعر. وقلت لكم يا جماعه في حلقتها ان انا شفت حاجه في ارض الواقع للاسف. دواء مغشوش. معرفش مين اللي بيغش الدواء يا جماعه، ورساله الى الجهات المعنيه. ارجوكم، الصيدليات لازم يبقى في رقابه. الشركات الادويه والشركات اللي تحت او بيسموها المصانع اللي تحت بيدر السلم، مش نفس العلبه، مش نفس رقم التشغيله يا جماعه، خلوا بالكم. الله المستعان. طيب تعالوا بقى في معلومات جديده. معلش هطول عليكم شويه في هذا الفيديو. ايه المعلومات الجديده؟ بصوا يا جماعه، اول ما تسمع مجموعه البنسلين تعرف ان في حاجه اسمها بنزاسين بنسلين. فاكرين بني؟ الواد بني، مخلف بني. بني ده منه حاجتين: بنزاسين بنسلين وبنسلين جي. البنسلين جي والبنزاسين بنسلين بيستخدموا في حاله ايه؟ اول ما تسمع ان في عيل صغير ماشي على حقنه طويله المفعول او بنسلين طويل المفعول بيتاخد عضل كل اسبوعين لثلاثه، وبيتاخد الحقنه مؤلمه وبتتاخد بتخدير موضعي، وبتتاخد عضل بس، اعرف ان هو بياخد بنزاسين بنسلين. بياخدها ليه؟ عشان حمى روماتيزميه، اكيد عنده حمى روماتيزميه. بيسموه بنسلين طويل المفعول هنا في مصر. معروف كده وسط عامه الناس بنسلين طويل المفعول. يقول لك الحقنه بتاعت البنسلين طويل المفعول. دي نتيجه الاستريبتوكوكس انفكشن اللي حصل. طيب المعلومة التانية: بنسلين جي لو واحد عنده غرغرينة جاز جانجرين او سيفلز. السيفلز ده اللي هو بيسموه السيلان. السيلان الاسم العربي بتاعه السيلان، لان الجونورية هو الزهري. يبقى السيفلز برضو عشان برضو اتاكد لكم بيسموه السيلان بالعربي، لان انا مش بتاع امراض. ده من احد الامراض اللي بعد الشر عن الناس، الامراض المعديه، الامراض التناسليه. الناس اللي بتعمل سيكشوال انتركورس غير شرعي والكلام من دوت، او في اطار غير شرعي، او في اطار وحش، ممكن يجي له سيفلز او جونوريا او ممكن يجي له ايدز. حاجه من الثلاث دوت. فالسيفلز دوت بيسموه السيلان بالعربي. ده بيتاخد له بنسلين جي. طبعا ده اسم برضو الكلوستريديوم بريفنجنس والتريبونوما باليديوم او باليدوم. التربونوما باليدوم ده اللي بتسبب السيفلز. كنا بنحفظ الحاجات دي في مادة الميكروبيولوجي، كان صعبة شوية الحفظ بس بالتكرار عشان خاطر نعدي في الامتحان. البيبراسيسيلين بيبقى اشتغل انتي سودوموناس نوت كليبسيلا، يعني بيشتغل انتي سودوموناس بس للاسف ما بيجيبش الكليبسيلا معاه. طب السودوموناس ده نوع من انواع الجرام نيجاتيف، وقلت تاني ان الجرام نيجاتيف من ارخم البكتيريا، رخمه جدا عشان فيها بورنز. البورنز دي مش بتدخل المضاد الحيوي يا جماعه. فبيحطوا على البيبراسيسيلين ده ماده اسمها التازوبكتام. تازوبكتام ده ايه؟ عشان خاطر تروح تعمل حاجه اسمها تكسر البنسلينيز او انزيم البنسلينيز، تحافظ على البيتا لاكتام رينج اللي موجوده في المضاد الحيوي. بتسبق تكسر البنسلينيز الانزيم اللي بتطلعه البكتيريا، فبتعرف المضاد الحيوي بيشتغل شويه او كويس على جدار البكتيريا مش بيتكسر. فبيحطوا ماده التازوبكتام وعشان خاطر تعدي للبكتيريا
تعدي من البورنز. في بقى حاجه كمان لازم تعرفها، في مجموعات السيفالوسبورين، دي معلومات زياده يا جماعه، معلومات متقدمه شويه، معلش انا اسف. السيفتا او السيفتيزيديم، السيفتازيديم اسمه التجاري اللهم اعلم، يعني برضه افتكر اسمه فورتم، بيسموه هنا في مصر باسم الفورتم، ده اسمه تجاري اسمه كده في مصر. السيفتازيديم او السيفترياكزون، السيفتازيديم بيشتغل انتي سودوموناس حلو، يعني لو شفته في الرعايه عندك يبقى شغال انتي سودوموناس جرام نيجاتيف. السيفترياكزون امن المضادات الحيويه اللي بتتكتب على الاطلاق، بس فيها مشكله خطيره جدا عندنا كتمريض، احنا مش بنحل بالرنجر يا جماعه، ابوس ايديكم محدش بيحل بالرنجر، حل يا بمحلول ملح يا بالجلوكوز، ما انتش عارف حل باللي موجود في الفيال، في ميه كده بيبقى ديستال ووتر معاها، او الماده اللي جايه زي السوليكورتيف، في ماده معينه كده بتجي بيبقى انزيم او دي سولفد او بيسموها ايه، محلل، المحلل اللي بيجي في قلب العلبه، ما انتش عارف بيتحلل بايه، حلها باللي موجود في العلبه. خلاصه الكلام. اوعى تحل السفتراكزون على رينجر، تبقى كارثتك كارثه، عشان فيه كالسيوم وبيترسب مع بعض، وبيخش للعيل الصغير وبيعمل له مشاكل في الشيست. طيب الكربابينين بيشتغل نوت مرسى، بيشتغل كل حاجه زي ما قلت لكم، كل حاجه، وايدست سبيكترم، وايدست سبيكترم، بس مش بيشتغل على المرسى، نوت ميسيسيلين ريزيستنس ستافيل اوريوس. اما الفانكومايسين بيشتغل مرسى والسيدي فيسل والانتروكوكاي والاستافيل اوريوس، هو والتيكوبرانين، بس للاسف الفانكومايسين بقى فيه ريزيستنس وبيسموها فيرسا، فانكومايسين ريسيستنس استافيل اوريوس، وده بسبب استخدام الخاطئ للمضادات الحيويه. المضادات الحيويه تكتب نتيجه مزارع، لو كتبت نتيجه امبيريكال في الرعايه المركزه يا جماعه، ارجوكم ارجوكم ارجوكم. طيب تعالوا نشوفوا حاجه بقى ونستهدى بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش بحاول اخد نفسي عشان نفسي بيتقطع بسرعه. تعالوا نقرا كده مع بعض، ده الميروبينم، ايميبينم، بيبراسيسيلين والتازوباكتام والسيفي بيم. احنا خدنا تقريبا نص الورقه يا جماعه. بيقول لك هنا في الميروبينم اكستندد او اكسبت ان سام الكتد انكولوجي بيشنت، يعني خلي بالك ان هو مش بيتاخد يعني لكل الناس، في بعض المرضى آه بيتاخد ليهم، بس خلي بالك من مرضى الاورام، ربنا يشفي الناس، مرضى الكانسر والسرطانات خلي بالك مش بيتاخد ليهم. طيب بيعمل ايه برضو؟ بيشتغل في المنجيتس، التهاب السحايا، ممكن كمان السي ار اي. يعني ايه السي ار اي؟ الاختصار يا جماعه كاربابينم ريزيستنس انتروكوكاي، اوريه لكم، كاربابينم ريزيستنس انتروبكتيرياسي، بكتيرياسي او انتروكوكاي. الانتروبكتيرياسي اول ما تشوف الاسي ده ايه، ياسي ده ايه، اعرف ان دي الفاميلي كلها، كل عائله الانتروبكتيري دي اسمها انتروبكتيرياسي. طيب لما تشوف الام دي ار مالتي دراج ريزيستنس، يعني البكتيريا اللي بتبقى مقاومه لمعظم العلاجات. الاي اس بي ال اكستندد سبيكترم بيتا لاكتيميز، يعني اول ما تشوف الكلمه دي يقول لك ده دواء بيتاخد الاي اس بي ال، يعني على طول تعرف ان الدواء ده بيغطي معظم البكتيريا اللي بتشتغل على البيتا رينج او البيتا لاكتيم رينج اللي فيها المجموعه دي. تمام، يعني واسع المجال برضه. في ار اي فانكومايسين ريزيستنس انتروكوكي، الانتروكوكاي او الانتروكوكاي ده نوع من انواع البكتيريا المقاومه للفانكومايسين. طيب في حاجه اسمها الفيرسا، الفيرسا ما كتبتهاش هنا، اللي هي فانكومايسين برضو ريزيستنس ستافيلو اوريوس، زي المرسى كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل. يبقى هنا الميروبينم بيقول لك خلي بالك ان هو بكتيريا مننجيتس فور سيلكتد بيشنت، يعني لو في شخص عنده التهاب بالسحايه او المننجيتس على طول ممكن تكتب له ميرونم. كمان اكتب له في حاله السي ار اي لو هو في كاربابينم، لو انت بتدي ميرون كاربابينم ريزيستنس انتروبكتيرياسي زي الكليبسيلا، برضو ممكن تكتبها كليبسيلا نيومونيا او حاجه، او الاسينوباكتر، او السودوموناس ايروجينوسا زي المالتي دراج ريزيستنس انا قلت لكم اهوت، ممكن تكتب له برضه. الالترناتيف ان اميبينيم انديوس سيجر اور فيري هاي ريسك بيشنت، لو انت الاميبينيم هيعمل تشنجات للمريض او في هاي ريسك. ليه هاي ريسك يا جماعه؟ لان الاميبينيم دوت في حاجه اسمها السيلا استاتين، في ماده بتتحط على الاميبينيم
اللي هو التاينام دوت، عشان خاطر تخفف من مشاكل الكلى، لانه ممكن يعمل مشاكل في الكلى. الماده دي بتتحط عليه عشان خاطر الكلى بتكسره بهيدروجينيز، وممكن لا قدر الله يدمر الكلى، فبيحط عليه ماده تخففه شويه. فممكن الام بينم يعمل سيجر لناس او يعمل تشنجات، او ممكن يبقى فيه هاي ريسك لمريض الكلى زي ما قلت لكم، فممكن تدي ميرونام. واحنا بنكتب في الغالب ميرونام يعني. التاينام ده بيتحط بيه كونسلتيشن، بيتحط بيه بيسموها ايه كونسلتيشن، يعني ايه بالعربي يا عم هشام؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. باستشاره، ايوه، مستشارين او استشاره طبيه من ناس كبيره ممكن يحطوا التاينام. بيستخدم التاينام لكل البيشنت، اول بيشنت. لو في كاتشر يعني مزرعه كومبينيشن فيها اسينوباكتر او سيدوموناس اوريجينس مالتي دراج ريزيستنس، ممكن عملت مزرعه للعيان ممكن اديها ليه تاينام نتيجه مزرعه. والجو اكسيستنج اللي هي متعايشه اوف اي اس بي ال قلت اللي هو اكستندد اكسبكترم بيتا لاكتيميز بروديوسنج انتروبكتيرياسي اند سيدوموناس ايروجينيزا، ده كله برضو ممكن تديه معاه التاينام. امبيريكال يعني عشوائي، يعني ممكن تديه بمزرعه ممكن تديه عشوائي لو في كومبليكيتد انفكشن طبعا. يعني مع فشل التازوسين والماكسيبيم، التازوسين البيبراسيسيلين والسيفي بيم، يعني ده لو فشل وده فشل ممكن تدي التاينام. هنا لو الانفكشن كانت قويه وفشلت مع الماكسيبيم والتازوسين. ده البراند نيم يا جماعه، انا بقول البراند نيم ده اسم براند نيم، اسم الشركه اللي صنعته. كان اول اسم تازوسين واسم تاني بماكسيبين. طيب التازوسين دوت مجموعه البنسلين، برضو امبيريكال تريتمنت اوف سسبكتد سيموناس اريجينوزا، عشان دي بكتيريات رخمه قوي، من جرام نيجاتيف بكتيريا رخمه. وبرضو في حالة الامبيريكال في الاي اس بي ال، ومع المايلد انفكشن انتروبكتيرياسي، ومع الامبيريكال تريتمنت لانتروكوكاي انفكشن نوت فيري قلنا يعني ايه فانكومايسين ريزيستنس استافيل اوريوس او الانتروكوكاي. الانتروكوكاي اللي هي الفانكومايسين، نتيجه الفانكومايسين مش قادر يسيطر عليها، ممكن اديها كمان يعني ادي فانكومايسين، ما اديش تازوسين، ما اديش بنسلين. كمان الماكسي بيم او السي في بيم امبيريكال تريتمنت للسودوموناس اوريجينيزا والاي اس بي ال. وكمان لو الانتروبكتيرياسي ويز مايلد انفكشن، في مايلد انفكشن. احنا خدنا كل المضادات الحيويه دي يا جماعه، خدنا نص الصفحه. دي ريستريكتد انتيبيوتيك. طيب معلش الحلقه هتطول شويه، في شويه معلومات بس زياده عايز اعرفها لحضراتكم. في حاجه اسمها الماكوكونكي اجار. ماكونكي ده اسم العالم، اعتقد في القرن ال 18 هو اللي عمل اللي انت تعمل على الطبق، بمعنى صح بتفرد تفرد مزرعه. ده مش شغلنا يا جماعه ومش شغل التمريض، بس دي المزرعه اسمها ماكونكي. انا كان نفسي اشتغل في معمل بس للاسف ما ينفعش ليه التمريض يشتغل في معامل مش تخصصه. سودوموناس اريجونوزا كان نفسي ابقى باحث او عالم، بس للاسف يعني ربنا قدر ان انا ابقى اخصائي تمريض، نخدم الناس برضو ونخدم البشر في اطار تاني. سودوموناس اريجونوزا ده الاسم بتاعها، دي بكتيريا هي جرام نيجاتيف، ده الشكل بتاعها وده شكل الماكونكي اجار. انا حبيت بس اوريكم يعني ايه شكل الطبق بتاعها. برضو ده الاسينوباكتر بيوماني ده برضو الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب والتكبير العظيم، يعني الحمد لله ان ربنا بيخلي العلماء. وده في الماكونكي اجار، وده تحت الميكروسكوب العادي. خلاص، وده التكبير بتاعها، ده شكل البكتيريا. في حاجة بقى معلومة كمان زيادة أحب أقولها، مش تخصصنا كتمريض بس أنا حبيت أقولها. What is the meaning بيبتيدوجلايكين also called ميورين؟ إيه هو البيبتيدوجلايكين؟ فاكرين يا جماعة لما كنت بقول لكم في الحلقة الأولى كمعلومة زيادة إن في حاجة اسمها جدار البكتيريا بيتكون من بيبتيدوجلايكين. اتس بوليمر عبارة عن جزيء أو بوليمر. ده السيل وول بتاع البكتيريا. معظم جدارات البكتيريا متكونه منه، عباره عن سكريات شجر اند امينو اسيد واحماض امينيه. بس الجزيء منه بيبقى اسمه بيبتيدو جلايكين، اسمه كده بيبتيدو جلايكان. ده جوين توجذر بيلتحموا مع بعض بيكونوا كريستال زلاتيسي ستراكشر، يعني عباره عن شعيرات كريستاليه او بناء من الشعيرات الكريستاليه. بيسموه الميورين، لاسم تاني اسمه الميورين. يعني لو سمعت كلمه ميورين يبقى معاك. في حاجه اسمها الاركيا don't have a cell wall consisting of peptidoglycan but some do have a layer of pseudo peptidoglycan اللي هو السودو ميورين which is similar polymer.
يعني ايه الكلام ده يا عم هشام؟ بس برضه حبيت ادي المعلومه الزياده ديت. بص يا جماعه، في حاجه اسمها العطائق او البكتيريا القديمه العتيقه، دي اسمها الاركيا. اركيا دوت مش بيقولك ما فيهاش جدار، بس ممكن يبقى فيها جدار. سودو معناها كاذب، سودو ميورين يعني ممكن يبقى فيها بعض البكتيريا، بعض بتصم، بعض البكتيريا ممكن يبقى فيها جدار كاذب. حبيت اقول لكم المعلومه الزياده دي، معلش، عشان برضو يبقى احنا لينا خبره في الحكايه دي. في حاجه اسمها بقى، معلش برضو انا اسف هتبقى معلومه كبيره، حاجه اسمها الان استايل جلوكوز امين. بصوا يا جماعه، انا لما باجي اقرا بقراها بقطعها. ان استايل جلوكوز امين، استايل جلوكوز امين اللي هو الناج. في حاجه اسمها النام، اللي هو ان استايل ميوراميك اسيد، ميوراميك اسيد. قطعوا المقاطع عشان تفهموها. الناج والنام ده عباره عن ايه؟ ده جدار الخليه بتاعت البكتيريا، بيبقى عباره عن ناج ونام. طيب مش احنا قلنا ان هو عباره عن سكر واحماض امينيه؟ اه. بص يا شباب، الاحماض الامينيه ديت اللي هو انتوا بتشوفوها ساعات على الكدم والحاجات دي، اللي هو ال الانين والدي جلوتامين والال لايسين والدي الانين، دي كلها اسماء الاحماض الامينيه، الامينو اسيد. طبعا بيلتحموا ازاي؟ بحاجه اسمها تترا بيبتايد كروس لينكينج، من خلال ده بيسموه التترا بيبتايد كروس لينكينج. فانا حبيت بس ايه اللي انت عايز توصله لنا هنا، حبيت اوصل لكم اشكال الجدار لما بييجوا يكبروا الجدار، ايه هي الاحماض الامينيه والعلماء بيشوفوها ازاي. فالانين، جلوتامين، لايسين، الانين، وده بيبقى موجود على الكدمن. الناس اللي بتدي كدمن للعيانين او بتدي امينو اللي هو امينو ليبان، احنا مشهور هنا قوي، بيبقى عباره عن احماض امينيه اسمه امينو ليبان. ابقى اقرا العلبه اللي عليه. فالناج والنام برضه حبيت اعرفه لحضرتك. فاكرين جدار الخليه؟ وهو ده جدار الخليه اللي كان معانا، عباره عن بيبتيدو جلايكين سيل وول. وده جرام بوزيتيف عشان تخينه، والجرام نيجاتيف كانت رفيعه. فده بقى الناج والنام برضه، ده التشكيله بتاعته. يعني لو في، يعني يا رب يا رب اشوف علماء ان شاء الله، يا رب يرزقني كده واشوف العلماء بيشتغلوا ازاي في الحاجات ديت، الالانين واللايسين والجلانين. حبيت برضه اوريها لكم. احنا كده يعني قربنا يعني، ما عادش فيه اي حاجه، خلاص. شكرا لحضراتكم، ارجو ان تكونوا استفدتوا. مع السلامه.